تاني حاجة بتأثر في علاقتي بنفسي طريقة التفكير بتاعتي. تخيلوا كده لو الحنفية مش مقفولة كويس والحنفية دي بتنقط نقطة مية، لو هي بس نقطت نقطة مية في التانية في التالتة وجت على قد كده عادي، مش مشكلة، هتعدي، مش هتعمل مشكلة في البيت. لكن تخيلوا لو الحنفية دي مش مقفولة لوقت طويل وعمالة تنقط النقط المية دي، في الأول نقط المية دي هتعمل زي كأنها بحيرة كده، بس بعد شوية هتغرق الشقة وهلاقي نفسي بغرق معاها. ده بالظبط اللي بيحصل لما بيبقى عندنا أفكار سلبية كتير، لما بفضل أفكر بطريقة سلبية، لما بفضل أنقد في نفسي، لما بفضل أخلق أفكار من الخوف وارعب نفسي وازعجني واتوتر. أنا الحقيقة اللي بيحصل إني بغرق نفسي في بحر من الأفكار السلبية، وطبعا بلاقي نفسي كأنه بيحصل لي نوع من الشلل والتهميجة ومش عارفة أعمل إيه مع كمية الأفكار دي. طب أتعامل إزاي مع طريقة التفكير السلبية؟ أول حاجة أنا محتاجة أوقف نقد النفس. طب أوقف نقد النفس إزاي؟ ما أنا اترمى عليا جمل سلبية كتير من وأنا طفلة، أبتدي أكتب لنفسي جمل محفزة. طب الجمل المحفزة دي فيها إيه؟ الجمل المحفزة دي فيها الإيجابيات بتاعتي، دي بتساعدني إنه أنا فاهمة كويس قوي مناطق الضعف، لكن أنا عندي قوة من جوه إني أشتغل على مناطق الضعف دي، وإني مش طول الوقت بردد الجمل السلبية وواقعة تحتها، لكن أنا عارفة أقاوم مناطق الضعف دي وعارفة أشتغل عليها لأنه عندي مناطق قوة، ومناطق القوة دي بتقولي إن أنا أقدر أواجه مصاعب الحياة، أنا أقدر أستثمر في نفسي، أنا أقدر أقوي نفسي، أنا أقدر أكون كل يوم أفضل من التاني وأقدر أمشي سكة التغيير. فأنا مش واقعة تحت الأفكار السلبية، أنا مش واقعة وغرقانة في البحر بتاع الأفكار السلبية، لكن لا، أنا عندي دراعات وعارفة أعوم فيها. تاني حاجة هتعمليها إنه هتكتبي آيات بتعلن الحق وترددي الآيات دي. في فرق كبير قوي لما الجواسيس قالوا فكنا في أعيننا كالجراد كذلك كنا في أعينهم، وفرق بين اللغة بتاعت كالب ويشوع وهم بيقولوا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. لما بعلن الحق في حياتي أنا بعيش بإيمان وبقول لنفسي إنك تقدري تعملي المهمة اللي عليكي أيا كانت. تالت حاجة، اعملي الهوايات اللي انت بتحبيها، قضي وقت مع نفسك، اعملي هواية انت شاطرة فيها، لأنه الوقت اللي انت بتقضيه وانت بتعملي هواية انت شاطرة فيها ده وقت انت بتستمتعي بينك وبين نفسك وبتدي مساحة تشوفي قد ايه انت حلوة وقد ايه انت شاطرة. رابع حاجة، مارسي مع نفسك أمومة ناضجة. يعني ايه أمومة ناضجة؟ يعني كافئي نفسك، دلعي نفسك، اعملي حاجات بسيطة قوي زي انك تجيبي شوكولاتايه لنفسك، زي انك تعزمي نفسك على فنجان قهوة، زي انك تجيبي كريم لبشرتك. طب ليه بتعملي كده؟ عشان انت بتقولي لنفسك انا بقدرك، انا بقدر المجهود اللي انت بتعمليه. خامس حاجة، ابتدي شوفي الخبرات الصعبة اللي انت عديتي فيها طلعت ايه منك مناطق قوة. الخبرات الصعبة اللي بنعدي فيها بتخلينا نكتشف مناطق في شخصيتنا من القوة احنا ما كناش متخيلين ان هي موجودة اصلا. لما ببتدي اعمل خطة والخطة دي فيها نقط، النقط دي انا بقول لنفسي فيها انه انا عندي مناطق قوة، ده بيساعدني انه، ودي اخر نقطة، ان يبقى عندي تقييم واقعي لنفسي وإيجابي. يعني إيه تقييم واقعي لنفسي؟ يعني أنا شايفة ضعفاتي، أنا مش متجاهلاها ولا بنكرها، بس أنا كمان شايفة الإيجابيات ومناطق القوة بتاعتي، وده بيساعدني إنه أبقى عارفة من جوايا إنه أنا عندي القدرة إن أشتغل على الضعف ده، وإني أواجه مصاعب الحياة، وإني أنا قادرة أتغير وأطور من نفسي وأستثمر في نفسي وأبقى كل يوم أفضل.